مشاهدينا مع حلقة جديدة من مسلسل لعبة حب، والحلقة التانية واللي بتبدأ بعد ما مالك ساب سما ومشي. بيجيلها اتصال من جدتها وإنها تعبت وهيجيلها غيبوبة سكر. بتقلق سما جدا، وبيجي عليها مدير المطعم وبتستأذن منه إنها تمشي لأن جدتها تعبت، ولكن هو بيزعق فيها وبيبهدلها جدا على إنها جاية متأخر وكمان عايزة تمشي بحجة وبتضرب فيهم بشنطتها، ولكن بيمسكوها وبيحاول زيد يبعدهم عنها وبياخدوه معاهم. وبيقول واحد منهم لسما إن أخوها عليه دين 20,000 دولار، وعلشان ما دفعش بقوا 50,000، وقدامها بس 24 ساعة، لو ما دفعتش هيقتلوه. وبيسيبوها وبيمشي بعد ما أخدوا زيد معاهم، وبتقف سما مش عارفة تعمل إيه. وفي الشركة دانييل بيصور الموديل الجديد وجايب أهم عارضة في البلد. بيجي مالك وبيشوفها ولكن مش بتعجبه، وبيشاور لدانييل وبيقوله إن يلاقي واحدة غيرها لأنها مش عاجباه ومتصنعة. دانييل بيتضايق وبيقوله بس دي أهم واحدة ورامي وافق عليها شريكك. بيرد عليه بس الأمور الفنية عندي أنا والقدرية بس الرامي، اعمل اللي بقولك عليه. وبيسيبه وبيمشي. بيتضايق جدا دانييل وبيقول أكيد سيرين هي السبب، وبيطلب من مساعدة مالك رنا تشوف حل مع العارضة وتمشيها. أما فريدة فبتروح على البيت وبتحكي اللي عمله مالك لسلطان، وإنها مش مصدقة إنه يعمل كده مع بنت. فريدة عليها شغل وبتسألها سما إيه هو. بترد عليها عايزة بنت حلوة تشتغل عند شاب غني تعجبه ويتجوزها وتاخد فلوس كتير. سما بتتضايق من كلامها وبتقولها قصدك إيه بالكلام ده. بتكمل فريدة إنها بنت فقيرة وأكيد محتاجة فلوس، ولو وافقت ومالك حبها هتاخد فلوس كتير. وبتقول لها وبتسألها موافقة ولا لأ. بتتعصب سما وبتقول أكيد لأ. بتزعق فيها فريدة وبتقول لها اقعدي واسمعي، هتخسري ايه؟ في واحد لازم تخليه يحبك وهتشتغلي عنده مساعدة خاصة في شركته وهتهتمي بكل تفاصيله. هو بس مشكلته انه صعب بس مش مستحيل، وانا معاكي وهخليه يحبك. مش بتوافق سما وهتمشي، ولكن بتوقفها فريدة وبتقول لها هديكي 100,000 دولار. بتتصدم سما من الرقم وبترجع تقعد تاني جنبها. وبتكمل فريدة خطتها وتشرح لها ازاي هتشتغل وهتعمل ايه، وان دي فرصة عمرها. وبتقول لها فكري وردي عليا. سما مش بتعرف ترد عليها. وبتروح سما تحكي لرفقتها على العرض اللي اتعرض عليها، وبتحاول رفقتها تقنعها توافق، وخصوصا كمان ان اخوها مخطوف ومحتاج فلوس كتير، وانها كانت بتطلب معجزة تدبر بيها 50,000 دولار وهي جات لحد عندها. سما بتقتنع وبتروح لفريدة البيت وبتعرفها انها وافقت بس محتاجة 50,000 دولار ضروري. وبتوافق فريدة وبتفرح جدا وبتبدأ في خطتها، وبتغير في شكل سما من لبس وشعر ومكياج وكل حاجة. وبتبدأ سما كمان تتدرب على لبس الكعب العالي وازاي تعرف تطبخ الفطار الخاص بمالك. وبتشرح لها فريدة هو بيحب ايه واي موسيقى مفضلة ليه والكتب اللي بيحب يقرأها. رامي كمان وافق على خطة فريدة واشترك معاها في الخطة، وفعلا طير رنا مساعدة مالك. وبعد فترة التدريب لسما خلاص هتبدأ شغل تاني يوم، ولسه متعرفش انها تشتغل عند مالك الشاب اللي شافها في المطعم. بيجي زيد وبيشكرها على وقفتها معاه وانه لولاها كان زمانه مات. بتتأثر وبترد عليه اياك تعمل كده مرة تانية، انت متعرفش انا عملت ايه. بيشكرها تاني زيد وبيحضنها. وتاني يوم بتصحى سما وبتتصل بعبده علشان يوصلها بسرعة. مالك كالعادة بيجري كل يوم الصبح، وبتوصل سما على بيت مالك وبتنبهر بيه قد ايه هو